لو فاكرين ان عمليه الاذن الخفاشيه هي عمليه سهله وبسيطه وان مفيش اي فرق بين حد والتاني، لا، خلينا نوضح لكم بعض الامور المهمه والبسيطه. في عمليات زي الاذن الخفاشيه مش الفكره بس ان حضرتك تعمل عمليه، لا، ان التفاصيل وان احنا ازاي بنعمل عمليه. بيجي لي حالات كتير عامله العمليه دي وبتحتاج اعاده من الاول وعملتها مره واتنين لان العمليه من الاول ما اتعملتش بطريقه صحيحه. الاذن ممكن تكون مش متساويه او في عدم انضباط في زاويه الراس مع الاذن او تشكيل غضروف. طب ليه حصل ده من الاساس؟ العمليه دي مش مجرد نشيل جزء من الجلد او اخد غرزتين سطحيتين فقرب بيهم الاذن من الراس، لا، دي عمليه دقيقه في اعاده تشكيل الغضروف واعاده تشكيل ثنايات الاذن اللي بنسميها الهيلكس والانتي هيلكس. كل زاويه بتفرق جدا في الشكل النهائي، وهو ده اللي بيفرق معانا نتيجه تراكم خبرات السنين. لما تكون بتتعامل مع فريق كامل متخصص في الامر ده، من اول جراح شاف حالات كتير قبل كده وتعامل معاها وعنده تراكم خبرات على مدار سنين، ده بيفرق معانا في القرار وفي النتيجه. الموضوع لازم ناخد بالنا كويس قوي ان هو مش دكتور واحد بس، لا، ده فريق عمل من استشاري جراحه تجميل بيكون متخصص وبالذات في جراحات تجميل الاطفال والعيوب الخلقيه، استشاري تخدير يكون متخصص ان هو ازاي يتعامل مع تخدير اطفال، فريق من التمريض والمساعدين بيكون مع حضراتكم قبل واثناء وبعد العمليه للوصول لحاله من التحسن تكون حضرتك راضي عنها باذن الله. مهم جدا ان احنا نعمل العمليه بتخدير موضعي مع تخدير كامل في مستشفى مجهزه لهذا النوع من العمليات، مش ان انا اعملها في عياده وخلاص، وده بيعمل مشاكل كتير. البنج الموضعي بس مش هيقدر يوصلني ان انا اتحكم واجري التفاصيل بتاعه العمليه دي عشان اوصل لنتيجه مرضيه. الفرق هنا مش بيكون في السعر وخلاص، الفرق هنا بيفرق في نتيجه مرضيه، في امان ابن حضراتكم ان هو يصل لنتيجه كويسه ويقوم بسلام باذن الله. السؤال هنا مش فين ارخص مكان، السؤال هنا فين المكان اللي يقدر يوصلني لنتيجه طبيعيه ومرضيه ومن اول مره محتاجش اعيدها تاني. لو حابب تعرف الحاله بتاعتنا من اي نوع ومحتاجه تدخل جراحي ولا لا وامتى ابدا التدخل ده، تقدروا تراسلونا على رسائل الصفحه، والفريق في العياده هيقدر يتواصل مع حضراتكم ويرد على كل الاستفسارات ويساعدكم في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. دمتم في امان وعافيه.